بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حتى لا أطيل عليكم، هناك 3 نقاط. النقطة الأولى، أحد معجبي المسجد كتب 4 أبيات يمدح فيها مسجدنا. نعم، شاعر عمار نقاز، شاعر عمار نقاز. والعبد ضعيف أراد أن يحاول أن يضيف بعض الأبيات، فهو قد مدح المسجد وأنا حاولت أن أمدح أهله. القصيدة تقول: يا مسجد النصر الوضيء بسحره، في حضنة الخير العميم تفردا، به لفظة التوحيد دوت عاليا، الله أكبر مثلها رد الصدى، يتلى كتاب الله في جنباته، وبصحنه تحبو الخلائق سجدا، وبه إمام هو في التواضع قدوة، لا فض فاه ولا تربت له يدا، إذا حلمت أكرمك بحلمه، وتجده عند الشدائد عونا وسندا، كسب قلوب المصلين وودهم، دمت لمسجد النصر أعواما مددا، هذا لسان حال المصلين كلهم، وإن لم ينطق بها اللسان مغردا، وسبحان من سخر لبيته من كان في الميدان طودا وأسدا، لا يخافون في الله لومة لائم، وإذا فرغوا تراهم ركعا سجدا، يا رب ألف بين قلوبنا على كلمة التوحيد دائما أبدا، كما ألفت بين الذين هاجروا والذين آووا ولم ينفضوا عن محمدا صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم في جنة الفردوس من بعد شربة لا ظمأ بعدها أبدا، صلى الله على سيدنا محمد. قولوا آمين. النقطة الثانية، تفضل السيد وتكرم السيد أسامة دومي بإهداء آلة تصوير رقمية لمسجد النصر، جزاه الله كل خير، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. تفضل. النقطة الثالثة والتي نختم بها وهي مسك الختام، فقد تشرف طاقم ورواد مسجد النصر القطب بالمسيلة أن يمنح السيد الإمام الشيخ إسماعيل برخلية وسام شرف عرفانا منهم لما قدمه من مجهودات طيلة السنة، وخاصة في شهر رمضان الفضيل لسنة 1444 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية، راجين من المولى تعالى أن يحفظه وأن يواصل تألقه ونجاحه في خدمة بيوت الله، والله سميع مجيب. الله أكبر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة تعودنا نحن أن نكرمهم. سبقونا هذا العام كان الطاقم له تكريم خاص وأعددناه لهم ككل عام أن تكون آخر ليلة هي أن نكرمهم، ولكن حقيقة يعلم الله كم يبذلون من جهد من أجل أن يظهر المسجد بالصورة التي ظهر عليها في هذا الشهر. هم قالوا لي قالوا لي خلينا الحالة كل المسجد خليناه، فيعلم الله والله الذي لا إله غيره، ولست مجبرا على أن أقسم، يبذلون جهودا لو لم يكن لهم سعي إلا رضا الله عز وجل ما بذلوا. ربما كان من الناس اللي راح يدي وظيفة ويخلص عليها وما يخدمش العمل وما يعملش العمل الذي عمله، فلذلك يستحقون منا كل شكر وتقدير. وكنا جميعا يعني يدا واحدة والحمد لله على قلب رجل واحد من أجل سيرورة المسجد وسيرورة النظام فيه، وأن يشعر المصلي عندما يأتي إلى مسجد النصر بالأمن والطمأنينة وحسن التنظيم وحسن التسيير، ولله الحمد. هذا الذي سعينا إليه ووفقنا الله عز وجل فيه إلى حد بعيد، فهذا فضل من الله بشهادة الجميع وليس بشهادتنا. سعينا إلى أن يكون المسجد في أبهى صورة، وهذا بشهادة حتى من جاءنا من خارج الولاية كلهم كان يمدح حسن التسيير وحسن التنظيم، ولسنا نمدح شخصنا ولا أشخاصنا، ولكن أردنا أن نظهر فقط أن هؤلاء الشباب بفضل الله أولا ثم بجهودهم المباركة كان المسجد على الصورة التي ظهر عليها، فلذلك يستحقون هم كل التكريم والإشادة وكل الكلمات الطيبة التي يمكن أن تقال في حقهم، فإنها لا توفيهم مقابل الجهد الذي قدموه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يعطيهم ولا يحرمهم أو لا يحرمهم، وأن يبارك فيهم. وكثير من المحوس الزوج نسأل الله عز وجل أن يكرمهم بزوجات صالحات وأن يفتح عليهم من بركات فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر لكم جميعا أيها الإخوة. أيضا عمار بيت الله كان لهم الفضل في أن يكون المسجد لولا أنهم يمموا وجوههم قبلة المسجد هذا أو جهة المسجد هذا، وكانوا من عماره وكانوا من رواده وكانوا يعني إلى حد بعيد أيضا متعاونين معنا، فكذلك يعني لكم جزيل الشكر على ما كنتم عليه خلال هذا الشهر الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أهليكم وأولادكم وأموالكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا.
حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، لا تتركوا فرجات للشيطان. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الطامة
الصدمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا
إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. العلم فقط راح يصلوا الشفع والوتر يديروا الدعاء وكاين صلاة التهجد أيضا. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر
الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن وفقتنا فيه لقراءة القرآن والصيام والقيام. اللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول
اللهم لك الحمد، أنت أهل الحمد وأهل أن تشكر يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى في عليين. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتبك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وارفع لنا به الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم زد لنا به من النعم، وادفع عنا به من النقم، واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ
ونعوذ بك من أمل ينسينا ومن فقر يلهينا ومن غنى يطغينا ومن صاحب أو جار يؤذينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا عزيز يا غفار اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار في ليلتنا هذه أجمعين. يا رب اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه والشاربين منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا تحت لوائه واجعلنا ممن يحيي سنته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم وأدخلهم الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، وافتح لهم أبوابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أهلنا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا. هب لنا من فضلك، هب لنا من فضلك، فإنك أنت الجواد الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين
الدين وارفع راية الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. من أرادنا بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك لبلدنا الجزائر خاصة ولسائر بلاد المسلمين الأمن والرخاء. اللهم إنا نسألك الأمن والرخاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. برحمتك نستغفرك ونستعينك. اللهم فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. انصرهم في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تكون عونا لهم وأن تنصرهم. أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله لم نعلم. اللهم ما قضيت في هذه الليلة من خير وعافية وأمن وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سأل الخائفين وندعوك دعاء المضطرين. قد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم لا تردنا خائبين خاسرين. ربنا لا تردنا خائبين خاسرين. اللهم هذه الأكف قد ارتفعت إليك ضراعة ترجو رحمتك وتخشى عذابك. اللهم فأمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. آت كل واحد منا مسألته. اللهم قاضي الحاجات مجيب الدعوات اقض حاجاتنا وأجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا فإنك أنت الجواد الكريم برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.